السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار حلوة جدا من إعادة تدوير البرطمانات الزجاجية. يلا بينا نشوف هنعمل إيه مع بعض. عندي هنا أول فكرة وعندي برطمان بحجم أي، هنا الأفكار اللي أنا بعملها تناسب أي برطمان كبير أو صغير. أنا هنا جبت قطعة من الخيش على قد الدوران بتاع البرطمان بتاعي، والعرض بتاعها على قد العرض برضو. تمام كده، يعني العرض والدوران الاتنين بنفس مقاس البرطمان. ابتديت ان انا كده خدتها وظبطتها، وابتديت ان انا الزق على الاطراف بتاعتها دبل فيس. هاجي بعد كده هاجي من النص قطعة القماش بتاعتي بالظبط، وانسل كده شوية خيط، يعني هشيل حوالي 5 6 خيوط كده من قطعة الخيش بتاعتي. تمام بالشكل دوت. اهم حاجة ان انا بلزق الدبل فيس في الطرف الاول. بعد كده جبت هنا عندي شريط ستان، وهبتدي ان انا يعني كل 3 خيوط او كل 3 فتل من الخيش هبتدي اعدي منهم الشريط الستان. تمام بالشكل ده لحد ما اخلص الطول بتاع قطعة القماش كلها. افكارنا النهاردة بسيطة جدا وسهلة جدا، اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر. بكمل بالشكل دوت، وبعد كده بقص، وعندي دلوقتي هحرق الطرف بتاع الستان بالولاعة عشان بس ما ينسلش معاكم. بعد كده هبتدي دلوقتي بقى اشيل اللزق بتاع الدبل فيس، يعني اشيل الطبقة اللي بتبقى عليه. وعندي هنا البرطمان بتاعي انا برضو لازقة او حاطة عليه في النص بالظبط شريط من الدبل فيس برضو. وهبتدي الزق زي ما احنا شايفين، بظبط الاول وبعد كده ببتدي اضغط وبعد كده الف، وانا بلف برضو اظبط علشان خاطر الدبل فيس ممكن يلزق معاكم في الازاز وتطلع معاكم فيها، يعني تبقى معوجة معاكم وانتوا بتلزقوها. وهبتدي اقفل الطرف بنقطه من الشمع. عايزه اقول لكم الافكار دي تنفع بدون مسد الشمع، يعني تقدروا تنفذوها للناس اللي ما عندهاش مسد الشمع. هاجي هنا دلوقتي جبت الفتل او الخيط اللي انا نسلته من قطعه القماش، وخدت قده بالظبط قطعه من شريط الستان بنفس الطول. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل مجموعتين كده، مجموعتين من الخيوط ومجموعه من الشريط الستان، وهبتدي ان انا اعملهم زي ضفيره، اضفرهم بالشكل ده، الضفيره العاديه بتاعتنا خالص. هحتاج بس جزئين، وهبتدي ان انا اثبت جزء من الطرف فوق وجزء من الطرف تحت، نداري بس بيهم الشكل بتاع التنسيل بتاع القماش، او ممكن استبدله الخطوه ديت باي شريط تزيين متوفر عندي. جبت قطعة كرتون على قد الدوران بتاع رقبة البرطمان، وابتديت ان انا الف عليها خيط من الخيش ولفها بالشكل ده. تمام كده. وهحرق بقى كده الخيش بتاعي بالولاعة عشان كل الخيوط الزيادة تتشال. وعندي فيونكة بلزقها واحطها في النص بالشكل ده. ودي كانت بقى او معايا اول فكرة من البرطمانات، شكلها لذيذة او شيك. ممكن تبقى فكرة مضيئة، وممكن تبقى فازة للورود من الورد اللي بيبقى موجودة عندنا بالشكل ده. انا حطيت فرع نور كمان مع الفكرة بتاعتي. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوناش باللايك. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي معانا. على البرطمان التاني عندي برطمان بالغطا بتاعه، وهبتدي ان انا جبت كده قطعة من الدانتيل، وهبتدي دلوقتي اوزع غيرة. يعني هنا هستخدم غيرة في الفكرة، لو مش متوفر ممكن استبدلها بالدبل فيس، هتنفع برضو. وزعت الغيرة بتاعتي كلها على في نص البرطمان بالظبط، وقطعة الدانتيل اللي لفتها عليها بنسيبها طبعا لحد ما تنشف، واول ما بتنشف الغيرة بتاعتنا بتختفي تماما. جبت شريط من الدبل فيس ولزقته من الطرف فوق بالشكل دوت، وهبتدي اجيب خيط خيش والفه حوالين الجزء اللي انا حطيت فيه الدبل فيس، وهكرر نفس الخطوة بالظبط في الطرف من تحت مع البرطمان. تمام كده. لحد دلوقتي بسيط خالص اهو. اي قطعة دانتيل من طرحة قديمة، من اي ملابس قديمة لو مش متوفرة عندكم يعني. جبت الغطا برضو لزقت عليه دبل فيس، وهلف عليه خيط من خيط الخيش بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. تمام. من نفس الدانتيل اللي انا استخدمته ابتديت ان انا جبت جزء كبير كده، وابتديت ان انا اطبقه 2 على بعض. يعني الجزء دوت بحوالي 8 سنتي، والطول بتاعه حوالي 25 سنتي. وهبتدي ان انا طبقتهم وخيطتهم بالابرة وخيط، وابتديت اشد الخيط عشان يديني كشكشة، ولزقت الاطراف بتاعتي بالشمع. عايزه اعمل زي شكل ورده كده. وعندي جزء تاني من الدانتيل اللي هو اللون الروز دوت، عاملاه من الدانتيل اللي هو بيتباع جاهز بالمتر بس بحجم صغير، وهلزقها فوق بعضها على الغطا. وخرزة لولي كده نحطها في النص عشان تدينا شكل للغطا. عندي هنا شريط من الزجزاج القطان ولفيته حوالين غطا البرطمان بالشكل ده. نفس قطعة الدانتيل بتاعي بس هنا ده لون ابيض، هعمل برضو منه ورود صغيرة. وابتديت ان انا كده الزقها واحط فيها فص من اللولي. هلزق طبعا انا مجهزة معايا 3.
هلزق هنا الاول قبل ما الزق عندي شريط برضو الزجزاج بتاعي، حبيت ان انا اكسر الالوان بتاعتي شويه. وبعد كده جبت دي قطعه من الخيش، خيط الخيش، وحاطه فيها خرز من الخشب وربطاهم رباط عادي. وهلزق الثلاث ورود في النص كده مع بعض. وده فكره البرطمان بتاعنا التاني، روعه جدا، افكار تقدروا تنفذوها بدون مسدس شمع بكل سهوله. تمام، ودي كده كانت فكرتنا التانية، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوناش باللايك والشير لو فيديو النهاردة عجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف الفكرة التالتة. الفكرة التالتة انا عندي برضو، طبعا احنا كل افكارنا النهاردة برطمانات. عندي هنا برطمان وعندي هنا دي مشابك. هبتدي كده افك المشابك واشيل منها السوسته بتاعتها. السوسته دي احتفظوا بيها ان شاء الله، نعمل منها فكرة ما ترموهاش. هاخد كده المشابك بتاعتي، وجبت برضو اللزق عن طريق لزق الدبل فيس، وهبتدي ان انا وزعت اللزق، يعني باخد الطول بتاع المشبك بتاعي على قد البرطمان، وببتدي ان انا ابتدي من اللزق بتاعي من الطرف بتاع المكان اللي انا محدداه. وبعد كده طبعا هلف الدوران بتاع البرطمان كله باللزق. تمام، وبالطريقه دي بعد كده هبتدي ان انا اشيل اللزق بتاعي كده، وهبتدي ان انا الف الدوران البرطمان كله بالمشابك بتاعتي. انا هنا بلزق المشبك من الناحيه اللي هي الناعمه، مش من الناحيه اللي فيها اشكال او تجاعيدات كتير. هاجي لفيت البرطمان كله بالشكل دوت، وبضغط عليه هيلزق معاكم، ما تقلقوش مفيش اي مشاكل. وبعد كده هبتدي ان انا كده بنقطه من الشمع صغيره هلف بقى في الفراغات اللي هي بتاعه المشبك دي، هلف فيها الخيط الخيش بتاعي، وممكن استبدله باي شريط تزيين استراس اللي انتوا عايزينه، ترجع طبعا هنا حسب ذوقكم. وبلف برضو في كل الفراغات، المشبك فيه 3 فراغات فبلفهم فيه بالشكل دوت. هاجي بقى بعد كده عندي هنا ده خيط خيش، بس انا عاملاه سلسله بابره الكروشيه، او ممكن نضفره اللي انتوا عايزينه لو ما عندكوش الابره يعني. وهبتدي ان انا برضو حطيت دبل فيس على رقبه البرطمان، وابتديت ان انا الف الخيط بتاعي. هدوبك بس هغطي الجزء اللي هو بيبقى فيه الالواز بتاع البرطمان ده، مش اكتر. بعد كده طبعا ثبت بالشكل دوت. عندي هنا فيونكة من الخيط الخيش، وعندي هنا جزء حاطه فيه خرز. وزي ما عملنا مع بعض في الفكرة الأولى، برضو بحب أحرق الخيط بتاعي عشان يشيل الشعيرات الزيادة. وحطينا فيه فرع النور، أو ممكن برضو يبقى زهرية، تحفة جدا وشكله بسيط ولذيذ، يا رب يكون عجبكم. يلا بينا بقى ونشوف الفكرة الرابعة والأخيرة، برضو بسيطة جدا. عندي هنا طبعا برطمان، وده برطمان يعني كبير شوية، وده عندي فردة جوانتي، كان شبيكة او ممكن شراب اي حاجة. لو وزعت برضو دبل فيس حوالين رقبة البرطمان، وبعد كده هبتدي ادخل فردة الجوانتي جوه البرطمان. تمام، قبل ما اثبت الجزء الفوقاني دوت، ببتدي كده ان انا اجيب مضفرة ضفيرة من الخيط الخيش، وهبتدي ان انا اثبتها كتبقى يد للبرطمان بتاعي. تمام، وهبتدي بعد كده اطلع الدوران بتاع الجوانتي حوالين الرقبة بتاعة البرطمان. طبعا هو هيلزق عشان احنا حاطين دبل فيس. وفي القاعدة بتاعة البرطمان برضو حطيت اجزاء من الدبل فيس، وهبتدي كده اضم واشد واظبط الشكل بتاعي، وبعد كده الزق، ولو عندي اي زيادة بقصها. تمام، بالطريقة دي. هاجي بقى بعد كده عندي هلف حوالين رقبة البرطمان، حابة ان انا ادخل الاسود مع اللون اللي هو لون الخيش مع بعضيهم، وهبتدي الفهم بالشكل ده. هكرر نفس الخطوة دي في القاعدة من تحت، يعني هلف هعمل دوران صغير كده في القاعدة من تحت، يديني بس منظر وشكل، وفي نفس الوقت يداريلي شكل الجوانتي بتاعي من القاعدة بالطريقة دي. بصوا مفيش اسهل ولا ابسط من كده، كلها افكار تحفة جدا وسهلة وبسيطة. وده انا طبعا حطيت فيه شمعة، وهوريكم واحد كمان معمول بلون تاني. دي كانت افكارنا للنهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اتمنى لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسوش اختكم باللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفونا لأول مرة. بحبكم في الله، شكرا ليكم والسلام عليكم.